حياكم الله واهلا وسهلا بكم. هذه اكبر غلطه يغلطها لاعبين واداره النصر، يفرحون بالدوري قبل نهايته باربع جولات، وكل الجولات الباقيه للنصر يعني صعبه عليه، لكن شكل النصر مو بشايف ان قدامه احد، فرحان بالبطوله قبل نهايتها. يعني هذا رونالدو يحاول غرز علم النصر بعد الفوز على الاهلي، يعني كانه خلاص حقق الدوري وانتهى. يعني هم صحيح قضوا على امال الاهلي، لكن باقي الهلال، والهلال غير عن الاهلي. الهلال بيقاتل لين اخر نفس، لين اخر جوله في الدوري، وباقي مباراه للهلال مع النصر يعني. وهذا اللي قاله جوسس، قال لم نحقق شيء حتى الان. يعني جوسس واضح انه مدرب كبير وفاهم ومدرك خطوره الوضع، وانك تفرح بالبطوله قبل ما تحققها، وان هذا الشيء يمكن يخليك تتراخى وقد تخسر في مباراتك الجايه. لكن النرفزه اللي صارت يعني قبل مباراه الاهلي، والشحن اللي صاير قبل مباراه وبعدها، خلى النصر ينسى كل شيء ويفرح بالدوري قبل نهايته. والهلال يعني اكيد وبنسبه 100% يعني راقب الوضع عن بعد، وشايف الاحداث اللي صايره بين الاهلي والنصر، واكيد انه حط الخطه المناسبه. يعني مع ان الهلال يعني وضعه ما يسر في الدوري، خاصه المستوى اللي قدمه قدام ضمك اخر مباراه، لكن الهلال لا زال متمسك في اماله. والهلال يعني يحتاج تعثر واحد للنصر بس قدام القادسيه او الشباب، وانه يفوز على النصر في الدوري عشان ياخذ الصداره من النصر. الامر يعني مو بصعب كثير على الهلال، بالعكس يعني الهلال اكثر نادي مبسوط ان النصر وجمهوره يفرحون بالدوري قبل نهايته، لان هذا الشيء يسبب انتكاسه للنادي اللي يفرح بالبطوله قبل ما يحققها. ننتظر ونشوف، تقريبا الجولتين القادمه بتحدد ملامح الدوري، يا بيستمر الهلال في المنافسه ومطارده النصر، ولا بينتهي كل شيء ويحقق النصر الدوري. وشكرا لكم.